هاي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى معاكم رحاب من قناه مع رباب ورحاب. صحيت بقى كده بدري وقلت بقى ايه اخلص شويه حاجات قبل الولاد ما يصحوا. كنت عايزه اعمل كام حاجه كده، فطبعا ما لحقتش اعمل حاجه لانهم صحوا على طول ورايا. قمت بقى قلت اعمل الفطار. عملت ساندوتش كده، جبنه تركي وجبنه موتزاريلا، حطيته في الاوفن كده لغايه ما يسيح. وبعدين عملت بقى كوبايه شاي بلبن. انتوا اكيد عرفتوا ان انا لازم طالما صحيت يبقى لازم اعمل كوبايه الشاي بلبن كده، اللي بتفوقني وتخليني ايه قادره اخلص اللي ورايا. خلصت بقى الشاي بلبن والساندوتش بتاعي. قلت بقى ايه ارتب الليفينج روم كده مكان ما كنا قاعدين بالليل، كان فيه بقى شويه كراكيب هنا وشويه حاجات هنا. لميت كل حاجه من مكانها وبعدين قلت بقى ايه اشغل الغساله. بالنسبه لي ان انا لما اشغل الغساله اول اليوم كده بحس ان انا انجزت بصراحه. بحب اشغلها بدري، بخلص اللي ورايا بدري بدري. بعدين بقى كنت مطلعه لحمه من الفريزر ومكنتش عارفه هعملها ايه بصراحه. فقلت بقى ايه هعمل شوربه بما ان الجو ساقع كده، قلت هعمل شوربه الحمص واللسان العصفور دي بنحبها قوي. فقلت بقى ايه هعملها النهارده. فالمفروض الحمص بيتنقع قبليها بيوم، يعني تطلعيه وتحطيه في شويه ميه قبليها بيوم. انا ما كنتش عامله كده، فقلت مش مشكله بقى ايه هغليه على النار. قطعت بقى اللحمه كده زي ما انتوا شايفين قطع مكعبات صغيره قوي. وبعدين كنت مسخنة بقى الحلة بتاعتي بشوية سمنة. وبعدين بقى ايه رحت حاطة اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، بتقلبيها من كل جهة كده، عايزاها تاخد لون، اللي هي لون التحمير كده شوية، عشان ما تنزلش المية بتاعتها. اول ما تبدأ تاخد اللون بتاع التحمير بتاعتها دي، اللون اللي انتوا شايفينه، بروح ايه حاطه البصل انا ما عملتش بصل كتير، هي بصلايه واحده كبيره. قطعتها مكعبات صغيره. وبعدين بحطها على اللحمه اول ما تبدا كده تدخل في تدبل كده شويه. بروح ايه المفروض انزل الحمص، طالما بقى انا الحمص مش محطوط من قبلها بيوم نقعيه، فقلت لا مش هحطه دلوقتي. رحت بقى ايه نزلت بعد كده بالطماطم بتاعتي. حط في الخلاط كده بتاع 5 طماطميات. ورحت ايه حاطه لهم شويه ميه صغيرين وبعدين نزلتهم على اللحمه. وهنا بقى رحت حاطه غليت ميه. وبعدين رحت حاطه فيها الحمص لغايه ما المفروض يستوي. هياخد له مثلا بتاع ساعه ونص تقريبا، لغايه ما يبقى انا مش عايزاه يبقى فيه ناشف شويه، عايزاه يبقى طري خالص. وحطيت له شويه ملح كده عشان يبقى طعمه حلو. بعد كده بقى بعد ما خلصت الاكل كده رحت داخله على البلكونه، قلت بقى ايه هحط الغسيل بتاعي اللي انا غسلته، انشره بقى عشان ما بحبش اول ما الغسيله تخلص بحب انشر على طول عشان الغسيل ما يتكرمش وما يعملش ريحه مش حلوه. كان الجو غريب ومغيم قوي قوي، هي يومها الدنيا ما شتتش بس كان الجو غريب. وبعدين بقى دخلت قلت بقى ايه اخلص شويه المواعين اللي انا عملتهم دول ساعه الاكل كده، اغسلهم اول باول بحيث ان انا خلصت اللي ورايا. بصراحه طالما واقفه كده كده في المطبخ يبقى اخلص اللي ورايا واغسل الايه الكام حاجه دول، وهم صغيرين ما بياخدوش مني وقت. غير لما يبقى وراكي حاجات كتير، تعودي دايما وانتي في المطبخ انك تخلصي اللي وراكي وانتي كده كده واقفه بتعملي الاكل. فخلاص هخلص الكام مواعين اللي قدامي دي وارتاح بقى بعد كده، ما افضلش واقفه بعد ما اخلص الاكل لسه بخلص اللي ورايا. وبعدين بقى رحت عامله الرخامه، غسلت الرخامه كويس مطرح الاكل والتقطيع البصل والحاجات دي. رحت عاملاها بالصابون كده، بعملها بصابون المواعين عادي خالص وبمسحها. اتعودي دايما كده طول ما المطبخ نضيف هتفضلي قاعده في المطبخ وانتي مرتاحه، متفضليش قاعده متعصبه ان المطبخ متكركب جنبك وان انتي وراكي حاجات كتير وواقفه. لا، طالما انا كده كده واقفه بعمل الاكل يبقى اخلص ايه الكام حاجه اللي ورايا. بعد ما خلصت بقى قلت بالمرة احمر الشعرية لا اللسان العصفور بتاع الشوربة. له بقى معلقة سمنة كده في الطاسة وبعدين بروح حاطة لسان العصفور على قد الكمية اللي انا بحطها، وافضل اقلب فيها لغاية ما تاخد بقى ايه لون التحمير. دايما بحب احمرها شوية زيادة عشان خاطر ما تشربش الشوربة كلها. لو نزلتيها كده من غير ما تتحمر بتشرب كمية شوربة كتير قوي. فانا بحب احمرها اديها اللون اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بروح منزلاها على الشوربة. بس مش هنزلها دلوقتي لسه عشان كانت اللحمة لسه ما استوتش. في الوقت ده بقى قلت ايه احط التوابل بتاعة الشوربة.
بحط لها معلقه فلفل وبحط لها ملح. انا ما بحبش احط الملح في الاول، بحب احطه في نص الاكل عشان خاطر سمعت يعني معرفش هل المعلومه دي صح ولا غلط، ان احنا لما بنحط ملح في الاول اللحوم عموما سواء لحمه او فراخ مش بتستوي بسرعه. فبحطها كده في ايه في نص الاكل. حطيت ملح وفلفل وبابريكا وشويه شطه صغيرين، وبعدين بقى بروح مقلبيهم. في الوقت ده بقى كنت مفروض قربت تستوي خلاص، مفروض احط قرفه باودر، بس انا ما كانش عندي قرفه مطحونه فحطيت عيدان قرفه عادي زي ما هما كده. وفي الوقت ده بقى بحط كاري وبحط كركم عشان يديها لون اورنج كده شويه، ما تبقاش لونها احمر، لا تبقى لونها اورنج. هنا خلاص كده بقى كانت استوت، فشلت بقى ال اسمها ايه القرفة، وبعدين حطيت بقى ايه الحمص بتاعي. كان خلاص استوى الحمص، رحت حطيته بقى. تحطي الكمية اللي انت عايزاها، لو مش عايزة كمية كتير عادي. وبعدين بقى رحت حاطه لسان العصفور وزودت لها شويه ميه، عشان طبعا المكرونه اللي هي لسان العصفور دي بتشرب ميه، فلازم ازود لها شويه ميه عشان ما تبقاش الشوربه ما فيهاش ميه كتير. وبعدين بقى قضينا اليوم كله مع بعض، عملنا هوم وورك وخلصنا كل حاجه. هنا بقى كنا بالليل خلاص، قلت بقى اعمل لهم فشار كده عشان يتسلوا شويه بدل اليوم كله ما كان بنعمل هوم وورك وطبعا بنعمل حاجات كتير فيه. فرحت عامله لهم بقى شويه فشار، حطيت شويه زيت، وبعدين حطيت الذره الفشار، وبعدين حطيت شويه ملح. بحب قوي الاحساس ده وهو عمال يطقطق كده، بفضل قاعده وافرجهم عليه كده وهو بيقعد ايه يفرقع كده. جايبه بقى انا توابل من عند العطار حلوه قوي، اسمها توابل بطعم الجبنه. بحطها مثلا على البطاطس، بحطها على الفشار، بتديها طعم حلو نفس الطعم اللي بيبقى في الفشار الكياس، بس طبعا ده بيبقى طازه وسخن وحلو كده، فبيديله طعم حلو. دايما حطي التوابل بتاعتك، لو هتحطي توابل تحطيه وهو لسه سخن عشان يلزق في الفشار نفسه ويفضل الطعم فيه. وبعدين بزود كده ايه شويه ملح وشويه ايه توابل على الفشار بتاعي. وبعد كده بقى بجيب العلب بتاعه الفشار بتاعه الاطفال دي، عايزه اقولكوا حلوه جدا، وبيبقى فيه منها اشكال كتير قوي، الوان كمان كتير. كنت جايباها سعرها 15 جنيه او 20 جنيه، لا تقريبا 15 مش 20. حطيت بقى فيهم الكمية كلها اللي عندي اللي انا عاملاها. وبعدين بقى قلت ايه هخش بقى في الليفينج كده ونقعد مع بعض كلنا ونتفرج على اي حاجة حلوة في التلفزيون. مش عارفة ليه القنوات اللي اتغيرت دي ما بقتش عارفة اتفرج على حاجة حلوة، فلقيت تمثيلية كده قعدت اتفرج عليها انا والولاد. وده كان اليوم بتاعي، قضيته كده قدام التلفزيون ونزلنا ورحنا وجينا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.